الموكب بتاع رئيس امريكا ماشي وما يعرفوش ان البلاعه دي تحتها قنبله، واول ما الموكب يقرب منها العصابه هتفرقعها، ولو نجوا من القنبله دي العصابه بتكون عارفه ان الموكب هيمشي ازاي، عشان كده في واحد بيكون مستنيهم بالقناصه، واول ما هيعدي الرئيس هيموته. وفي اخر مرحله ودي الاقوى ان في شخص جوه عربيه ومعاه ار بي جي، لو الرئيس عدى من ده كله مش هيعدي من دي. وقبل ما يروح على البلاعه اول العربيه دي اللي بيأمنوا الدنيا، والعربيه اللي وراها دي بتاعت الطريق، يعني عشان يضمنوا ان الطريق مش هيبقى فيه مشاكل ولا حاجه. والموكب بيعدي من فوق البلاعه، والغريب ان القنبله ما بتشتغلش عشان فوق عربيه الرئيس في جهاز مخصص لرئيس امريكا، ان الجهاز ده بيقدر يتواصل مع الكنابل القريبه منه وتعطلها خالص، وبكده يكونوا قدروا يفلتوا من اول فخ. والعربيه اللي بتبقى ورا الرئيس دي على طول بتبقى نفس شكلها عشان لو في هجوم على الرئيس، والعربيتين اللي وراهم بتوع القوات المسلحه عشان لو حصل اي حاجه، والعربيه اللي وراها على طول بتاعت الاسعاف عشان لو حصل حاجه للرئيس. واخيرا بيوصلوا لمكان الهجوم التاني، وبيكون القناص واقف ومستنيهم بفارغ الصبر، والقناص بيشوف ان عربيه الرئيس جت بس مش عارف العربيه دي ولا العربيه اللي وراها عشان شبه بعض قوي. لما بيضرب على العربيه بتيجي في العربيه بس ما بتاثرش فيها عشان العربيه دي مخصصه مخصوص لرئيس امريكا.